السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة فالسبورت. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وحصري. تسبب المعلق المغربي جواد بدة في الأزمة كبيرة بين الجزائر والمغرب بعد أن هاجم الجزائر خلال تعليقه على مباراة المنتخبين الكاميروني والكونغولي في منافسات الشأن يوم أمس الاثنين على قناة BeIN Sport ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا للمحليين. جواد بدة وفي تعليقه على المباراة المذكورة قال: الشأن بدون المغرب وتونس ومصر دون المستوى. وأضاف بدة قائلا: المنتخب المغربي يعتبر رقم صعب في القارة السمراء وله أقوى دوري في إفريقيا وليس حاضرا، بالإضافة إلى ذلك أن الشأن يلعب بدون البطل لنسختين الأخيرتين وهو الأسود الأطلس. كما تحدث بدة عن حرمان المنتخب المغربي من المشاركة في الشأن، حيث قال موضحا: محدث في قسنطينة مسرحي والسودان لم تفز على البساط كما يروجون له، والمغرب لا يعتبر منسحبا بل تعذر عليه السفر ونتيجة من 3-0 للسودان غير معتمدة. وهذه التصريحات أغضبت النظام الجزائري وجعلته يصب جم غضبه عن المعلق المغربي الذي تعرض لحملة شرسة من الجماهير الجزائري. وتصدى الأنصار المغرى إربة لهذه الحملة الجزائري بعدما رفعوا راية الدفاع عن جواد بدة باستماتة والتضامن معه، حيث أطلقوا هاشتاغ كلنا جواد بدة وكلنا من أجل فضح الحقائق، والذي لاقى تفاعلا كبيرا على منصة التواصل الاجتماعي. وأجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المغربي جواد بدة لم يسل للجزائر، بل أنه كشف الحقائق عبر منبر BeIN Sports عن طريق أدبيات الصحافة الرياضية. اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إجراء تنظيميا جديدا حيال وضع المجموعة الثالثة لبطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين 2022 شن المقامة حاليا في الجزائر، وذلك بعد تعذر مشاركة المنتخب المغربي في المنافسة قبل انطلاقتها. وأصدر كاف ليلة أمس الاثنين على موقعه الإلكتروني بيانا رسميا يؤكد من خلاله اجتماع اللجنة المنظمة في الجزائر، حيث تقرر أن يصعد أول منتخبين إلى الدور الثاني من المجموعة الثالثة التي أصبحت تضم 3 منتخبات وهي غانا، السودان ومدغشقر. ووفقا لذات البيان فقد تم إلغاء النتيجة المعلنة للمباراة الأولى للمنتخب المغربي أمام المنتخب السوداني التي كانت مقررة الأحد الماضي بملعب محمد حملاوي بقسنطينة شرقي الجزائر، مضيفا أن اللجنة المنظمة أحالت موضوع غياب المنتخب المغربي في المباراة المذكورة على الهيئة القضائية المختصة.